أنا نقول أن يكون في كل مسجد، خاصة من المساجد الكبيرة في المدن، أن يخص العامة من الناس بمجلس لتعليم التلاوة. صحيح التلاوة برك، مش لازم يقرأ بالأوجه، يقرأ بالدقة اللي يقرأ بها الطلبة للحصول على الإجازة أو المرتبات المعروفة المؤهلة. يصحوا غير التلاوة نتاعهم. شحال من سنة تصيبوا يقرأ الفاتحة يقرأها غالطة، يقرأ بعض الصور اللي يصلي بهم مسكين ما صابش اللي يعلمه. هذاك واش عنده؟ يكون واحد عنده علم يستأذن الإمام بأدب، معليش يحصل على رخصة ويذهب للتعليم في سبيل الله. نهار يقطعوا من وقته يا سيدي، ما تقدرش تضحي بساعة ولا ساعة ونص في سبيل الله في الأسبوع. قال عندي المجلس الفلاني بلا ربعة في المنطقة الفلانية، نروح مثلا منا أنا في بوفاري، نروح لخذان نعلم خاوتي ثماي، معليش ورا المشكل، وعلمهم ولو جزء عامة أو جزء تبارك، وتضرب معهم سنوات، سنة 2 3 4، ما تعرفش الخير أين يحصل والأجر أين يجنى بإذن الله. هذه إنسان ماشي تخص خاصة غير الطلاب اللي مقبلين أو على الدراسة النظامية أو يعرفوا يقرأوا، هذوك معليش عندهم مجالس خاصة وحلقات خاصة ما نتكلموا عليها. نتكلموا على العامة تاع الناس، والناس هكذا تقبل على كتاب الله عز وجل، تولي ما تفرجش عوض يقعد في القهوة ولا ربما راهو في كلام تاع غيبة ولا كذا، يجي للمسجد حتى ولو ما انتفعش أي تصلي عليك الملائكة. معليش أنا قاعد اليوم ما نفهمش وغدوة ما نفهمش، بس صعب شوية نبدأ نفهم. أنا في مجلس مبارك، هذا يشهد عليك يوم القيامة بالخير وبالأجور بإذن الله تعالى. فكل من أتقن وضبط وآذن له شيوخه ما ينساش هذه الفائدة، يفكر باش يعلم خاوته، ينشر الخير، انشر الخير، ما تنساش. قولي ما عنديش الوقت، نظم روحك، ضحي بشيء من الأمور في سبيل الله وتؤجر. مش هنقول لك أنا أبقى 30 40 سنة، معليش علمهم سنة سنتين، وعلم 1 ولا 2 من تلك المنطقة يزيدوا ينشروا الخير بعدك، وهكذا دواليك. والناس معك شركاء في الأجر، اللي يعلمك واللي أذن لك واللي يساعدك واللي كذا، هذو كلهم معك شركاء في الأجر. وانت لازم تقري غير في معهد، لازم تقري في جامعة، لازم تقري في مسجد، لازم تقري في كذا، لا مش لازم. إذا أتيحت الفرصة فبها ونعمت، إذا ما كاش معليش، حتى ولو في منطقة مصلى بعد إذن أصحاب المنطقة أو اللجنة الدينية أذنت، توكل على الله وعلم خاوتك، وابدأ بشيء بسيط، ابدأ بشيء بسيط بالدرجة البسيطة، وترتقي معهم في المستوى.